ما بين الزيرو والواحد، عوالم تاني. الوشوش شبه الوشوش، بس الحقيقة غياب. والصورة لو كدبت نفتح للنور ألف باب. احنا معاد ميزان الحق في كفوف ايدينا، في زمن الزيف عقلنا سابق عينينا. نكسر شفرات الحياة ونكتب أكواب حلمنا، ونصح الضمير في عز نوم الدنيا، في عز نوم الدنيا. ده الجديد اللي عرفته، إنها اشتركت في فريق التمثيل فترة، ما قالتش قد إيه، وأنا ما حاولتش أزود في الأسئلة عشان ما يبانش حاجة. برافو عليك. احنا كده ولا كده هنجهز الورق في أجازة الترم، ولما نتقابل نعرض عليهم المعلومة، يمكن حد يوصل لفكرة جديدة. أنا مش عارف أشكرك إزاي. عيب عليك، مفيش بينا الكلام ده، وبعدين احنا لسه ولا عملنا حاجة. كفاية إنكم اهتميتوا، ده فرق معايا كتير حتى لو ما وصلناش لحاجة. طيب يلا عشان نلحق المحاضرة، تيفا مش جاي النهاردة، فلازم أبقى مركز عشان هيخليني أشرح له طبعاً. والعدل لو يوم غاب بكرة لينا أكيد هيمين. وحشتني يا تيفا، والعذرة وحشتني قوي يا اخويا. وانتي كمان يا نرجس وحشتيني قوي. وانا ما توحشتنيش يا تيفا. اسكت يا درويش عشان هموتك على التكييف اللي زي وابور الطحين ده. انت تخفى دلوقتي تشوف حد يصلحه، وهات لنا أكلة سمك حلوة كده عشان نرجس بتحب السمك. يا اخويا يا مدلعني. حمامة يا تيفا. احكي لي أخبار الحاج بولس ايه، وانتي عاملة ايه؟ والعذرة البيت من غيرك وحش قوي يا تيفا. ابوك بخير الحمد لله، بس متوحشك هو كمان. ده كان نفسه يجي لولا وجع رجله. يجي فين؟ قولي له هخلص امتحانات وهجيله أنا. مالك يا نرجس؟ وشك بيقول كلام، في ايه؟ أنا مش عارفة أقول لك ولا لأ، وأبوك قال لي ما أقولكش. في ايه يا نرجس؟ ما تقولي حصل ايه؟ أبا نوب رجع البلد. هيا ندى، مش ناوية تيجي تشوفي الكولكشن بتاعي للمحجبات؟ والله هتنبسطي وهتوفري وهيعجبك، أنا واثقة. موافقة يا بسنت، أنا فعلا محتاجة لبس. حلو جدا، شوفي الوقت اللي يناسبك. شقتي في مصر الجديدة. إيه المفاجأة الغريبة دي؟ مش فاهمة. أصل أنا بيت بابا وماما اللي أنا قاعدة فيه في مصر الجديدة. شفتي بقى؟ وطلعنا جيران كمان. يناسبك آخر الأسبوع قبل الامتحانات؟ طبعا. مالك يا تيفا سهمتي كده ليه؟ مفيش. وده رجع لوحده ولا كلهم رجعوا؟ لا هو بس عرفنا إنه ديه زار قرايبهم اللي في آخر البلد تقريبا يا تيفا. أبوه مات وجه يبلغهم. طيب يا نرجس. تيفا مفيش حاجة يا نرجس، أنا بس بالصدفة كنت بدأت أحكي مع حد اتصاحبت عليه في الكلية. طيب خلاص سك على الموضوع بقى، عشان ده صوت درويش مش عايزاه يسمع إني قلتلك هيبلغ أبوك، وأنا مش قد أبوك. أحلى أكلة سمك يا تيفا. ولا هصدقك، تلاقيك جايبه مخنوق. ساكنة في القاهرة وفي مصر الجديدة؟ مفاجأة غريبة.
اللي أعرفه عنها إنها من اسكندرية. ما أنا بتابع فيديوهاتها من زمان لما كان ما عندهاش غير أكاونت تيك توك اسمه بسنت مش هنساك. أنا اتفاجئت برضو، إيه حكاية مش هنساك دي؟ هي أول لما ابتدت كانت بتعمل محتوى دمه خفيف وتختمه بتغني حتة من أغنية مش هنساك بتاعت مصطفى قمر. اختفت شوية ورجعت بحساب جديد على انستجرام بتعمل دعاية لبراندات لبس وميك اب، وهوب بدأت تبيع أونلاين وبقت إنفلونسر جامدة. الغريبة إنها دخلت كلية زي بتاعتنا دي، عايزة حد متفرغ وفاضي. هي فعلا قالت لمتابعينها إنها دخلت الكلية بتاعتنا وإنها مش هتطلع كتير زي زمان، وقالت اسم الكلية بشكل دعائي جدا. تلاقيها عاملة مصلحة مع إدارة الكلية تعمل لهم دعاية وما تدفعش المصاريف. انتي خيالك يا تاليا مرعب. ولو إني ما حبيتش التهديد اللي بعته، بس هي هتجيلي البيت آخر الأسبوع، واللي عرفته إنها ساكنة في مصر الجديدة. هعرف لك عنوانها بالتفصيل. عايزك تصوريها كام صورة حلوة، فهماني؟ نمضي عقد الدعاية ونشوف يا ياسر. خلاص بكرة عدي على الشركة، اسألي عن ماجد وقولي إنك من طرفي. بس لو آخر الأسبوع ما جاش اللي أنا عايزه، انتي عارفة. ما قلتلك ما بحبش التهديد. إحنا نقوم عشان نلحق القطر. وبص بقى دي حاجة تاني طبخها لك، عاملة لك بط وحمام ومحشي وفطير. ربنا يخليكي ليا يا أحلى نرجس. أنا اتفقت مع بتاع التكييف يا تيفا، وده رقم المحمول، لما وقتك يسمح كلمه، ودي الفلوس اللي أبوك بعتها لك. ماشي يا درويش، خلي بالك على نرجس. أشوف وشك بخير يا أخويا، العذرة تحميك. أبا نوب مين اللي رجع؟ مش فاهم حاجة يا تيفا. مش أنا قلتلك إن البنت اللي كنت بحبها كان ليها أخ بلطجي وبيضرب مخدرات وأكبر مني؟ ده أبا نوب. ما فهمتش حاجة. هو ساب البلد ليه؟ ولا حصل بينكم إيه؟ احكيلي واحدة واحدة. شوف يا زميلي، أنا عرفت أشغلها من بعيد لبعيد لحد ما عبرتني، بس واحدة واحدة الأول، على الهادي، تقدم رجل وتأخر رجل، مرة تديني ريق حلو ومرة ولا كأني موجود. 2 3 5، وبعدها عشت أجمل قصة حب رومانسية طفولية. وأبوكي عارف مراته الجديدة إزاي وإمتى؟ نجوى كانت صاحبة أمي من وقت الجامعة، اتجوزت وسافرت مع جوزها برا مصر. فضلت على تواصل مع أمي طول ما هي مسافرة، ولما كانت بتنزل مصر كانت بتيجي تزور ماما ويخرجوا سوا، وحاجة آخر لطافة، لحد ما مرة رجعت مصر واستقرت بعد ما اتطلقت. يعني هي شغلت أبوكي بعد ما اتطلقت؟ لا، مستر موافي اللي اشتغلها. مش فاهمة. أبويا دخل لنوجة زي ما دخل لأمي، من سكة تعالي أشغلك فلوسك، والست وثقت فيه لأنه جوز صاحبتها الأنتيم. ممكن أفهم إنه مادي جدا، بيحب الفلوس والبزنس ورجالة كتير كده. ده كان ممكن يبقى مقبول لولا إنه خان أمي معاها. إيه؟ وفين يا ندى؟ في بيتنا. احنا معد، احنا حكاية جيل يرسم لكل حلم البديل. في عز الضلمة قلبنا هو الدليل، والعدل لو يوم غاب بكرة لينا أكيد هيميل.